نجلاء تخرج عن صمتها وترد على الإشاعات. لم يحدث شيء مما قيل عني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، إليكم خبر اليوم. في خضم الجدل الذي أثارته تسجيلات صوتية لطليق نجلاء غرسل فؤاد قبيبو وزوج عارضة الأزياء ابتسام بطمة، والتي هزت مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت الشابة نجلاء عن صمتها لترد بحزم على ما رج حولها. وقالت نجلاء عبر خاصية أسطوري التي نشرتها عبر حسابها الرسمي: وصلني مؤخرا ما يتم تداوله على اليوتيوب، وأنا بطبعي لا يهمني كلام الناس ولا الدخول في مشاكل مع أي شخص، لكن عندما يصل الأمر إلى سمعتي وشرفي هنا أتكلم. وتبعت نجلاء: أنا امرأة عزباء أربي ابني بكل حب، بعيدة عن المشاكل والأضواء، ومع ذلك أجد نفسي أحيانا وسط قصص لا علاقة لي بها. وأضافت: أود أن أوضح أن ما سمعته عني لم يحدث قط، ولم أكن يوما في ذلك المكان الذي يتحدثون عنه، ولا أعرف حتى الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم. هذه القصة مختلفة تماما ولا تمت لي بأي صلة. واسترسلت التونسية كلامها: أنا من عائلة محترمة وتربيتي قائمة على الأخلاق والقيم. عائلتي وشرفي هما أغلى ما أملك، وهما فوق كل اعتبار. وفي الختام قالت نجلاء: أنا تونسية الدم، مغربية الروح، وهذا المزيج يجعلني أرفض الظلم بكل أشكاله، وخاصة إذا تعلق الأمر بالشرف. أرجو من الجميع أن يتقوا الله قبل أن يتفوهوا في أعراض الناس. هذا كان رد نجلاء طليقة قبيبو على ما رج من إشاعات وتسجيلات منسوبة لطليقها، حيث اختارت الرد بأسلوب حازم دافعت فيه عن نفسها وعن شرفها وعائلتها، وعبرت عن استيائها من الزج باسمها في قصة لا علاقة لها بها، لا من قريب ولا من بعيد. وبهذا الرد تكون نجلاء قد وضعت النقاط على الحروف، مختارة كرامتها وصورتها النظيفة، وموجهة رسالة قوية بأن الشرف لا يمس بالإشاعات. وفي الختام، شكرا لاهتمامكم ومتابعتكم الدائمة. ترقبوا المزيد من الأخبار قريبا. إلى اللقاء.